بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحل امتحان 18 محافظة سوهاج، علوم تالتة اعدادي ترم تاني، كراسة التدريبات اليومية لكتاب الامتحان 2024. السؤال الاول اكمل. رقم 1، المادة التي تعطي الاكسجين او تنتزع الهيدروجين تسمى عامل مؤكسد. طيب رقم 2، القدرة على الالتفاف الانبوبي للسان من الصفات الوراثية السائدة. لف اللسان صفة سائدة. طيب رقم 3، المادة الكيميائية التي تعمل على ضبط وتنظيم وظائف معظم أجزاء الجسم تعرف ب الهرمونات، هي اللي بتضبط أنشطة الجسم. طيب رقم 4، تتناسب فرق الجهد بين طرفي موصل تناسب النقط مع شدة التيار الكهربي المار عند ثبوت درجة الحرارة. ده قانون أوم. إذن فرق الجهد يتناسب طرديا مع شدة التيار. طيب بعد كده رقم ب، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في الدائرة الكهربية المفتوحة. القوة الدافعة الكهربية لمصدر كهربي. طيب رقم 2، ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. متسلسلة النشاط الكيميائي. رقم 3، مادة كيميائية تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير. العامل الحفاز. طيب رقم 4، الصفات غير القابلة للانتقال من جيل لآخر. غير قابلة للانتقال، إذن الصفات المكتسبة. طيب رقم ج، إذا تزاوج فأر أسود اللون بكابيتال بي سمول، طالما في جين حرف كابيتال يبقى إذن دي الصفة السائدة، صفة اللون الأسود، مع أنثى بنية اللون بسمول إذن دي اللون البني صفة متنحية. وضح على أسس وراثية صفات الجيل الناتج ونسب الأفراد الناتجة. مين اللي تزاوج؟ بكابيتال بسمول مع بسمول دول الآباء. الجاميتات هنا بسمول وهنا بكابيتال وبسمول. الناتج بكابيتال بسمول وبسمول 50% بني و50% اسود بنسبة 1:1. دول الآباء ودي الجاميتات وده الجيل الناتج وهنا النسبة. طيب السؤال التاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. تنحل بعض هيدروكسيدات الفلزات عند تسخينها إلى أكسيد الفلز والأكسجين. ده هيدروكسيد الفلز بينحل إلى أكسيد الفلز وبخار الماء، إذن العبارة غلط. طيب رقم 2، تعتبر الجينات أجزاء من الدي ان ايه موجودة في سيتوبلازم الخلية. دي موجودة في نواة الخلية. طيب رقم 3، تتوقف سرعة التفاعل الكيميائي على عدة عوامل منها درجة الحرارة. صح. 4، تفرز الغدة الدرقية هرمون الكالسيتونين الذي يضبط مستوى الكالسيوم في الدم. صح. طيب رقم ب، أجب عما يأتي. أولا، في التفاعل الكيميائي المقابل NaOH زائد ال HCl يساوي NaCl زائد H2O. اختر من الأشكال التالية واملأ الفراغات. رقم 1، الشكل نقط يمثل التغير الحادث في تركيز هيدروكسيد الصوديوم بمرور الزمن. هيدروكسيد الصوديوم اهو متفاعلات، إذن كانت نسبته كبيرة وبعدين قلت بمرور الزمن، إذن الشكل رقم د، عشان كانت نسبته كبيرة في الأول وبعدين بمرور الزمن نسبته قلت. طيب إذن الشكل د. طيب رقم 2، الشكل نقط يمثل التغير حادث في تركيز
كلوريد الصوديوم بمرور الزمن. كلوريد الصوديوم ده نواتج متبقاش موجودة الأول وبعد كده بتتكون، يعني تركيزها صغير في الأول وبعدين بيزيد بمرور الزمن. إذن الشكل رقم ألف. طيب ثانيا، ماذا يحدث عند توقف الغدة النخامية عن إفراز هرمون النمو؟ اللي يحصل توقف نمو عظام الجسم ويصبح الشخص قزما. طيب رقم 2، توصيل موصلين لهما نفس الجهد الكهربي بساق موصلة للكهرباء، الاتنين لهم نفس الجهد، إذن لا تنتقل الشحنات، لا تنتقل الشحنات بينهما عشان الاتنين متساويين في الجهد. امتى ينتقل الشحنات؟ لو كان في فرق في الجهد. طيب رقم ج، اكتب المعادلة الرمزية الموزونة التي تمثل التفاعل الكيميائي بين كربونات الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك المخفف. كربونات الصوديوم Na2CO3 زائد حمض الهيدروكلوريك HCl مخفف هينتج NaCl زائد H2O زائد CO2. كربونات الصوديوم تتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ينتج كلوريد الصوديوم والماء وثاني أكسيد الكربون. طيب السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، يعتبر التفاعل Cl2 زائد 2 إلكترون سالب يساوي 2 Cl سالب. ده Cl ذرتين الكلور اكتسبوا 2 إلكترون، عملية اكتساب إلكترونات، إذا عملية اختزال. بيقولي انحلال ولا أكسدة ولا اختزال ولا إحلال؟ اختزال. طيب رقم 2، إذا زادت شدة التيار الكهربي المار في مقاومة كهربية مقدارها 10 أوم إلى الضعف فإن قيمة المقاومة تكون نقط أوم. هو مديني قيمة المقاومة 10 أوم، إذا هي مقاومة ثابتة لا تتغير، إذا قيمة المقاومة تكون 10 أوم هياها. طيب رقم 3، عند تفكك غاز خامس أكسيد النيتروجين يتصاعد غاز النيتروجين ولا ثاني أكسيد الكربون ولا الهيدروجين ولا الأكسجين؟ غاز ال N2O5 بيتفكك إلى غاز الأكسجين، إذن ال O2. طيب رقم 4، تتحكم الجينات في إظهار الصفات الوراثية للكائن الحي بإنتاج الهرمونات ولا الكروموسومات ولا الإنزيمات ولا الفيتامينات؟ بإنتاج الإنزيمات. الجين يدي إنزيم والإنزيم يحفز تفاعل كيميائي معين يكون بروتين والبروتين يظهر الصفة الوراثية. طيب رقم 5، يعتبر نقط هو المسؤول عن نقل الأكسجين إلى جميع خلايا الجسم، نخاع العظام ولا هيموجلوبين الدم ولا الكروموسومات ولا جميع ما سبق؟ هيموجلوبين الدم هو البروتين اللي بينقل الأكسجين. طيب رقم ب، اختر من العمود ب ما يناسب العمود A. رقم 1، الفولت يكافئ، احنا عارفين ان م بتساوي ج على ت، يعني ج بتساوي م في ت، يعني الفولت بيساوي اوم في امبير، اذن 1/5 اوم امبير في اوم. طيب غدة يطلق عليها سيدة الغدد، الغدة النخامية. يستخدم لقياس المقاومة الكهربية، يستخدم لقياس المقاومة الكهربية الأوميتر. غدة تحفز انطلاق سكر الجلوكوز من خلايا الكبد، غدة البنكرياس عشان بتفرز هرمون الجلوكاجون اللي بيحفز خلايا الكبد على إطلاق السكر المخزن فيها أو الجلايكوجين. طيب رقم ج، علل يفضل استخدام التيار الكهربي المتردد عن التيار الكهربي المستمر. ليه؟ لأنه يمكن نقله لمسافات بعيدة، لأنه يمكن نقله لمسافات بعيدة عبر الأسلاك. تاني حاجة
يمكن تحويله إلى تيار مستمر. تالت حاجة يستخدم في تشغيل معظم الأجهزة الكهربية. طيب رقم 4، السؤال الرابع، صوب ما تحته خط. يطلق على القانون الثاني لمندل قانون انعزال العوامل. ده القانون الثاني اسمه التوزيع الحر للعوامل. توزيع الحر للعوامل الوراثية. طيب رقم 2، يتكون راسب أبيض عند إضافة المغنيسيوم إلى محلول كبريتات النحاس. عند إضافة المغنيسيوم إلى كبريتات النحاس مين اللي بيتكون؟ MgSO4 زائد Cu راسب أحمر من النحاس، إذا يتكون راسب أحمر. طيب رقم 3، تقاس كمية الشحنة الكهربية بوحدة الجول. ده بوحدة كولوم. طيب رقم 4، يقوم هرمون الأدرينالين بإطلاق الطاقة اللازمة للجسم من المواد الغذائية. ده هرمون الثيروكسين، هو اللي بيحفز التحول الغذائي. رقم ب، أجب عن الأسئلة التالية. أولا، في الدائرة الكهربية بالشكل المقابل القوة الدفعة الكهربية للعمود الواحد 1.5، كل واحد 1.5. القوة الدفعة الكهربية للبطارية دول على 2، دول توازي ب1.5، وده توالي ب1.5، وده توالي ب1.5. إذا 1.5 زائد 1.5 زائد 1.5 هتساوي 4.5 فولت. طيب رقم 2، للحصول على أكبر قوة دفعة كهربية لابد من توصيل جميع الأعمدة الكهربية. بيقول لي أكبر قوة دفعة كهربية، إذا نوصل توالي، نوصلهم على التوالي. طيب ثانيا، عند إضافة كميتان متساويتان من المغنيسيوم إلى مخبرين، المخبر الأول رقم 1 به حمض هيدروكلوريك مخفف، والمخبر الثاني به حمض هيدروكلوريك مركز، واحد فيه حمض مركز وواحد فيه حمض مخفف. طيب المخبار رقم نقط ينتج عنه كمية أكبر من الهيدروجين خلال وحدة الزمن. واحد هيطلع كمية هيدروجين أكتر اللي فيه الحمض المركز. ليه؟ لأنه بسبب زيادة تركيز المتفاعلات، بسبب زيادة تركيز المتفاعلات وزيادة عدد التصادمات، وبالتالي زيادة سرعة التفاعل، وبالتالي زيادة سرعة التفاعل. طيب رقم ج، احسب شدة التيار الكهربي الناتج عن مرور كمية من الكهربية مقدارها 7500 كولوم في مقطع من موصل خلال 5 دقيقة. هنحول الزمن من دقائق لثواني، هنضرب في 60، 5 في 60، 5 في 6 يبقى 300 ثانية. طيب ت هتساوي ك على ز، ك 7500 على ز 300 هتساوي 25 أمبير. شكرا لكم.